لا حديث منذ أمس بين ساكنة مدينة سطات إلا عن انتشار شريط فيديو على منصة التيك توك تظهر من خلاله درقية شابة وهي ترقص على نغمات موسيقى الراي وبزيها الرسمي بمحاذاة سيارة الخدمة بالمركز الترابي أولاد سعيد التابع لسرية سطات. الواقعة استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات أمس الجمعة، وارتأت على إثرها رفع شريط الفيديو موضوع التحقيق عبر كرسي مدمج إلى المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط من أجل التحقق من المحتوى الرقمي للشريط والتأكد من صحته. وأوضحت مصادر أن التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية في النازلة قد تمتد إلى زميلة لها ظهرت معها على نفس الشريط داخل مقر المركز الترابي، إضافة إلى رئيسها في العمل، حيث يرتقب أن تتخذ قرارا مناسبا في الواقعة، مع الإشارة إلى أن الدرك الملكي يخضع لنظام عسكري صارم.